أهلا بيكم وبرنامجكم انت مين على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد. علشان تقدر تفهم نفسك وتتعرف عليها، تعال معايا نعرف يعني ايه إنسان يعني روح ونفس وعقل وجسد، لكل جزء احتياجاته. علشان نقدر نشبع كل الاحتياجات ونبدأ إننا يحصل توازن وانسجام ما بين كل الأجزاء، ونبدأ نعيش رحلة الإنجاز ورحلة إننا نغير حياتنا ونفهم نفسنا ونوصل للسكينة والهدوء النفسي والتوازن النفسي. خلينا متفقين إننا لو حامين نفسنا وروحنا من جوانا كويس، مستحيل أي حد يقدر يأذينا أو يأثر فينا بشكل سلبي. علشان كده لازم نحافظ على راحتنا وصحتنا النفسية، وندرب نفسنا وعقولنا، ونتعرف على نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا علشان نقدر نتغير بشكل إيجابي. علشان نقدر نوصل لراحتنا النفسية لازم نتعرف على احتياجاتنا، وهنا لازم نعرف معادلة مهمة جدا. احتياج أو عدم إشباع الاحتياج بيؤدي إلى اضطراب نفسي أو سلوكي، ولما بنقدر نلبي احتياجاتنا ونحصل إشباع لهذه الاحتياجات بيؤدي إلى الارتياح النفسي والإشباع النفسي وحالة الرضا النفسي اللي احنا كلنا محتاجينها. وعلشان نقدر نوصل لراحتنا النفسية لازم نتعرف على احتياجاتنا، وهنا في معادلة مهمة قوي. عدم إشباع الاحتياج النفسي بيؤدي إلى اضطراب سلوكي أو اضطراب نفسي، ولما بنقوم بإشباع هذا الاحتياج بيؤدي إلى الارتياح والرضا النفسية اللي كل إنسان محتاجها. طب يا ترى إيه هي الاحتياجات الأساسية اللي كل إنسان محتاجها علشان يكون سوي أو نورمال؟ أول شيء الاحتياجات الفسيولوجية، الاحتياج للأمان، الاحتياجات الاجتماعية، الاحتياج لتقدير الذات، والاحتياج لتحقيق الذات. طب يا ترى ايه هي الاحتياجات الفسيولوجية؟ الاحتياجات الفسيولوجية هي الاحتياجات الفطرية الأساسية اللي كل إنسان بيحتاجها، زي الطعام، الشراب، درجة حرارة بيكونش عنده برد أو حر شديد، الهدوء، الراحة، النوم. هنلاقي ان الاحتياجات دي هي اللي بتوجه سلوكنا، وعدم إشباعها بيؤدي إلينا إلى اضطراب سلوكي قوي جدا، يعني بيؤدي إلى عدم التحكم في أي احتياج سواء بزيادة أو النقص. بمعنى ان الإنسان ممكن يوصل لمرحلة شراهة جدا للشهوة أو الاحتياج اللي لم يتم تلبيته، أو عدم رغبة تامة ليه. وبكده وضحنا مع بعض معلومات بسيطة جدا عن احتياجاتنا النفسية، ولسه مكملين علشان نعرف نفسنا أكتر مع انت مين مع دكتورة هدى الشيخ على تلفزيون حلوان جنوب العاصمة.